كل ما تفتح موبايلك بتلاقي نفسك قدام طوفان مرعب من الاخبار، حرب هنا، مناوشات عسكريه هناك، ازمه اقتصاديه عالميه، او كلام مرعب عن حرب شامله. بتصحى وتنام على احساس بالخوف والترقب، وبتسال نفسك هو انا المفروض اعمل ايه في اللي بيحصل في العالم دلوقتي، ومش بتلاقي اجابه. فتعال نفكك مع بعض السؤال ده واحده واحده ونحاول نفكر في اجابه. وفقا للعلوم السياسيه فالعالم دلوقتي بيمر بحاله اسمها سيوله النظام الدولي. يعني ايه؟ يعني القوى العظمى في العالم بتتخانق مع بعض عشان تقسم تورته الموارد، بترول بقى زي ما حصل في فنزويلا، او سيطره على مناطق حيويه زي ازمه مضيق هرمز. طب هل ده شيء جديد او ما بيحصلش كل فتره؟ الحقيقه لا. المحلل الاستراتيجي الدولي ريتشارد كوبر شرح الظاهره دي بالتفصيل، واكد ان التوترات والانقلابات العسكريه هي نتاج طبيعي جدا لتصارع القوى. المهم هنا اننا نفهم ان ده مش استثناء او نهايه العالم، ولكنه ظرف تاريخي بيتكرر. مع كل تغيير في النظام العالمي بنلاقي الدول بتنكش مع بعض كده على سياده في حته ارض او نفوذ سياسي في دوله تانية وهكذا. طب ليه بقى احنا بنتاثر بالقصه دي برغم انها بتتكرر على طول؟ اقول لك يا سيدي، انت كانسان ماسك موبايل ولايت نت هدف لكل منصات السوشيال ميديا، واللي بتتنافس على انتباهك وعايزاك تفضل موجود عليها اطول وقت ممكن. طول ما انتباهك محبوس جوه الشاشه فالعداد عمال بيعد، والمستفيد هو المنصات دي والمعلنين واللي بيدفعوا عشان يشتروا اعلان. طب برضه ايه علاقه السوشيال ميديا بالموضوع اللي احنا بنقوله ده؟ العلاقه هي الكارثه اللي في ايدك اللي هو الموبايل. المنصات الاخباريه والسوشيال ميديا بتطبق عليك تكنيك اسمه اقتصاد الهلع. الخوارزميه عارفه ان عقلك الباطن مبرمج على استراتيجيه النجاه، فبتغرق لك التايم لاين باخبار الموت والدمار عشان تخليك تفضل فاتح الشاشه اطول فتره ممكن. طب وايه الحل عشان نتعايش مع الواقع ده ونتاقلم معاه؟ الحل بيبدا بتطبيق قاعده ستيفن كوفي: ركز على دايره التاثير واهمل دايره الالم. الحرب العالميه او الازمه الاقتصاديه مش هتقف لو انت قعدت تفر الاخبار طول الليل، بس مستقبلك ونفسيتك هم اللي هيقفوا. طيب خلينا نصيغ الكلام ده في صيغه عمليه نقدر نطبقها. اول حاجه انصحك بيها هي انك تعمل دايت سوشيال ميديا في وقت الازمات. حدد نص ساعه كل يوم، ويفضل في وقت العصر، تعرف فيها الاخبار من مصدر موثوق وملخص من غير مط، عشان بدايه اليوم انتاجيتك ممكن تتاثر بشكل سلبي، واخر اليوم مخك بيكون مجهد ومحتاج يسترخي. وحاول تلغي متابعه الاخبار من فيديوهات التيك توك والريلز السريعه اللي مش بتقول حاجه وهدفها هو المشاهدات وخلاص. تاني حاجه هنصحك بيها هي المرونه الاستراتيجيه. خليك مرن مع الوضع وفكر ازاي ممكن تقدر تستغله لصالحك، وارفع مهاراتك الرقميه عشان تخليك مطلوب عابر للقارات في اي مكان في العالم وتحت اي ظرف. ثالث حاجه انصحك بيها هي ركز في ورقتك. قفل اي التزامات ماليه عليك ممكن تعمل لك مشكله في المستقبل لو حصلت اي حاجه كبيره حواليك، وحاول تنوع مصادر دخلك لو تقدر. خلي بالك ان التاريخ بيعلمنا دايما ان الازمات الكبيره بتعيد ترتيب الاوراق. الناس اللي كانت جاهزه ومستقره نفسيا ومرنه كفايه هي اللي بتقدر تشوف الفرصه وتخرج من الفوضى دي كسبانه، او على الاقل باقل الخسائر. اقفل حنفيه الخوف اللي مفتوحه طول الوقت لعقلك، وركز في شغلك وتطوير نفسك، عشان هي دي المعركه الحقيقيه اللي محتاجاك تخوضها بجد. كان معكم التلاتيني، ذلك الذي يحاول النجاه في عصر الهلع. لو الحلقه عجبتك ما تنساش تعمل لايك وشير للحلقه، واشترك في القناه لو لسه ما اشتركتش. اشوفكم على خير، سلام.